احلى سندوتشين كبده اسكندراني من اسكندريه على القاهره على طول، لا تقول لي الفلاح ولا غيره. يلا بينا. اول حاجه هنجيب الكبده بتاعتنا ونكون مقطعينها عصافير زي كده، وتاني واهم حاجه طبعا الفلفل. وبعدين هنهرس على الكبده بتاعتنا فصين توم ونعصر ليمونه، وكل البهارات اللي هنحتاجها عشان خاطر تطلع كبده اسكندراني صح هي كزبره وكمون وملح، غير كده مش هتبقى كبده اسكندراني. وبعدين نقلبهم مع بعض كويس ونركن الكبده مع التتبيله بتاعتها لمده ساعه او ساعتين. وبعدين نقوم رايحين نجهز الطاسه بتاعتنا، هنجيب طاسه ونحطها على النار ونضيف عليها زيت كتير، وبعدين نضيف فصين توم بعد ما الزيت يكون سخن. وبعدين نقلب التوم شويه، اول ما التوم يبتدي ياخد سنه لون نقوم ضايفين شويه فلفل عليهم ونقلبهم مع بعض كويس. وبعد ما الفلفل ياخد تقلبتين على النار مع التوم نقوم ضايفين عليهم الكبده ونقلبهم مع بعض شويه، وبعدين نسيبهم لغايه لما الكبده تبقى نص سوا. وبعد ما الكبده تبقى بالعظمه دي معانا نقوم ضايفين عليها ليمونه وكزبره وشويه ملح وكمون ونقلبهم مع بعض. واخر حاجه طبعا نقوم ضايفين الفلفل بتاعنا، وحطوا فلفل كتير يا جدعان، الكبده الاسكندراني يعني فلفل. وبعدين مش هنسيب الفلفل لغايه لما يستوي، دوب تقلبتين على النار